الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يعود رمضان عليكم بالخير يا رب والبركات. أنا وعدتكم قبل رمضان نعمل شوية فيديوهات تحضيرات لرمضان. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها لي ويكتبها لكم، عشان أنا هروح عمرة ختام مكة بإذن الله تعالى. واللي عايز مني دعوة في ظهر الغيب إن شاء الله يطلبها مني وأنا تحت أمركم. ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب. دلوقتي هنعمل عجينة القطايف. معانا كوبايتين دقيق، معانا كوبايتين الا ربع مية دافية، معانا معلقة كبيرة لبن بودر، معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة سكر، ربع معلقة ملح. انا عامله مقدار وده مقدار تاني عشان نعمل كميه، نعمل شويه حشوات حلوين، اللي بالسكر واللي باللحمه واللي بالجبنه الماكس الجبن. واوريكم دلوقتي هنحشي ازاي مع بعض بعد ما نضرب القطايف بتاعتنا في الخلاط. الكميه دي هتطلع كميه مش بطاله. ممكن بقى نروح شايلينها في ورق الفويل ونخزنها رمضان، بس محشية جاهزة كده. معانا كوبايتين الدقيق اهم. نحط اللبن البودر مع الخميرة الفورية مع معلقة السكر مع معلقة الملح، ربع معلقة ملح صغيرة، ونبدأ نضربهم في الخلاط. وبعد ما نخلصهم نسيبهم ربع ساعة ان شاء الله بإذن الله. ربع ساعة بعد ما نضربها كده. ضربنا عجينة القطايف معانا في الخلاط. بنجربها ازاي؟ بنشوف بأي معلقة. انتوا عارفين طبعا عجينة الكريب لازم يكون العجين معلم في المعلقة كده، لا تقيل ولا خفيف كده. ان شاء الله يتركن من ربع لنص ساعة مع معلقة الخميرة اللي احنا حاطينها. هتلاقوا معانا العجينة بتفتح معانا والقطايفاية جميلة. هنحطها بقى ان شاء الله في شفشق كده بيتين. هنسيب العجينة ترتاح واجهز الحشوات ونبدأ نعمل القطايف واوريها لكم هتتعمل ازاي. ونجهز طاسة ما بيلزقش فيها اي حاجة. خليكم معايا. الرحيم. انا بدأت اعمل القطايف. الكمية اللي بعملها بغطيها بشاشة او بفوطة عشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها كده. احنا ايدنا معيار، اللي ما يعرفش ينزل كده بالراحة يجيب فنجان ويظبط القطايف بفنجان. فتح من فوق معانا ومن تحت ما بتبقاش محروقة، بتبقى بنية كده. اوريكم بقى الحشوات بتاعتنا. نطلع الكمية اللي فاضلة اعملها واوريكم الحشوات بتاعتنا بإذن الله. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. طبعا كانت معانا القطايف كانت متغطية ففضلت طرية. أنا عملت قدامكم في أول الفيديو كوبايتين دقيق. طبعا أنا عشان أشيل منها شوية عملت كوبايتين كمان. القطايف معانا جميلة اهي. لازم يكون الخروم اللي فوق ديت مش كتير، يا دوب على قد الخميره. انا مش حاطه خميره كتير. لو طبقنا القطايفايه بتتفرد معانا تاني وطريه وفي منتهى الجمال. طبعا هما الاربع كوبايات دقيق. مش باذن الله نبدا مع بعض بالحلو. اوريكم الحلو. شويه مكسرات مع زبيبتين مع شويه جوز هند. نبدا نقفلها. اقفل معانا بمنتهى السهولة لانها طبعا طازة ولسه معمولة دلوقتي حالا. ونحط كده اللي بالمكسرات على جنب، ودي بالبلح. نحط البلح ونحط جوز هند كده مع البلح اهي. رمضان اللي بالجبن عن اللي بالمكسرات. قطايف معانا جميلة طرية في منتهى الجمال اهي. لو هنجيبها من بره النهارده معرفش اسعارها ايه. طبعا هنعمل واحدة تانية ماكس جبن. خلصنا دي كده ماكس الجبن.
نعمل بقى واحدة طبق تاني بالجبنة والبقدونس، ونبدأ نقلي الجبنة والبقدونس ومكس الجبن مع بعض، ونبدأ نقلي المسكرة مع بعض والشربات جنبها. نبدأ بقى نوريكم. دي اللحمة المفرومة متعصجة طبعا، انا بقى دايما هشيل اللحمة. نقلي اللي بالسكر واللي بالجبنة. نبدأ باللي بالجبنة عشان يتغدوا بيها، واقلي لكم اللي بالسكر. اهي اللحمة المفرومة، شايفين القطايفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا طبعا القطايف اهي، انا اوريكم طريقة عمايلها. لا هي محروقة ولا غامقة، ولونها جميل جدا اهي اهي في منتهى الجمال. نخلصها نحمرها مع بعض كده واوريكم ايه شكلها النهائي هيبقى ايه. دي اللي بالجبنة، لسه بنعمل اللي بالجبنة يا سارة. ايوه كده احنا بقى حمرنا القطايف اللي هي بالجبن ومنتهى الجمال. عايزين بقى نحشي جبنه نحشي، عايزين نحشي مكسرات ونسقيها شربات نحشي زي ما الولاد عايزين نعمل. وفي كميه هنعملها بالبلح وهفرجها لكم بعد ما نخلص اللي هي بالجبنه دي. الرحمن الرحيم. دي قطايف الجبنه خلصناها، مفيش اجمل من كده. هتلاقوا حتى الجبنه سايحه جوه اهيت بانواعها. ده لكم لغايه ما نبدا حشوات المكسرات. طبعا احنا مغيرين الزيت، دوت زيت للمكسرات اللي قالينا فيه ركناه اللي هو بالجبن. ده زيت للبلح والمكسرات. نقلي كميه القطايف ونطلعها على السيرم اللي احنا عاملينه، ونوريكم الشكل النهائي بتاعها هيبقى ايه. وكل سنه وانتم طيبين. خليكم معايا وما اجي اطلع ده اوريكم الكميه هتبقى قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. القطايف اللي تتحمر معانا كده ناخد من هنا نصفيها على السيرم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صفيها من الزيت خالص وعلى السيرم اللي بنطلع بيها القطايف، ما نحطهاش في السيرم. هنا يبقى معلقه للقطايف اللي بتتحمر، وهنا معلقه او مقصوصه للسيرم. خلصنا كده الكميه كده. على ما نعمل الكميه التانيه اوريكم كميه القطايف اللي انا عملتها. دي بالبلح، دي بالجبنه. طبعا دي حاجات هنغلفها بالاسترتش ونشيلها في الفريزر. معانا القطايف اللي بالسكر والبلح اهيت عملناها في طاسه زيت لوحدها. ودي اللي بالجبن انا وريتها لكم قبل كده وانا بحمرها بألف هنا وشفا. كوبايتين دقيق مع كوبايتين الا ربع ميه، معلقه صغيره خميره فوريه، ربع معلقه ملح ومعلقه سكر. عملنا الكميه اللي انتم شايفينها دي. اللي يعجبه الفيديو يدوس لي يعمل لي لايك ويفعل لي الجرس ويقول لي رايه بصراحه ايه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وان شاء الله لو ربنا قدرنا نعمل كام فيديو قبل ما اروح العمره واوريكم هنعمل ايه. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.